السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. في بداية السنة لازم نعمل رز بلبن وناكل رز بلبن عشان السنة كلها تبقى سنة لبن علينا كلنا إن شاء الله. هعمل مقدار كبير عشان يكفي نوزع منه كده ويبقى عندنا كمية كبيرة يعني. ده هعمل ب3 كيلو لبن. أنا بس هسخن اللبن شوية في الحلة. اللبن في الرز باللبن مش بغليه، انا بس هدفيه شويه او هسخنه، يعني مش لازم يبقى دافي بس يسخن، علشان لو حطيته متجمد كده على الرز هيبوش لي الرز باللبن بتاعي او هيخلي الرزيه كده بايشه شويه. فلازم اسخنه وادفيه شويه، يعني مش لازم يبقى سخن بس هيبقى دافي شويه. هستعمل كوبايتين الا ربع كده من الرز، او كوبايتين مش مليانين من الرز. وهحط عليهم حوالي نص لتر من الميه، وهرفعهم على النار لحد ما الرز يتشرب الميه ولحد ما اللبن يعني يدوب كل التلج اللي فيه. بعد كده هحط اللبن بقى هو اللي على النار، وهكب فيه الرز اللي اتشرب كل كميه الميه، وبعدين هضيف لهم بقى السكر والفانيليا، وهسيبهم على نار هاديه اللبن يتغلي، وفي نفس الوقت الرز يتشرب اللبن. يعني الرز واللبن بيتغلوا مع بعض. تمام كده. حطيت كوباية وربع من السكر او كوباية واحدة بس، ده بيرجع لذوقكم. وهحط كمان رشة صغيرة من الفانيليا. زي ما انتم شايفين اللبن لسه ساقع او لسه يعني بدرجة حرارة المطبخ. هسيبهم بقى على نار هادية ومغطية عليهم، الرز يكبر كده وينفش زي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت اللبن يتغلي على نار هادية. وسايباهم، ويعني مش بتابعهم ولا اي حاجة. بعد كده بعد ما اتاكد ان الرز نفش كده وخد قوام معقول، احط 3 معالق كبار هرميين مليانين على نص كوبايه لبن كده، وادوبهم فيها لبن طبعا ساقع، وهضيفهم على الرز باللبن بتاعي. ده بقى بيمسكهولي كده وبيخلي القوام ايه رائع. طبعا القوام هتفضلوا فاكرينه قوام سايب حتى بعد ما نحط النشا. هو الرز باللبن كده يعني، ادوله وقته، سيبوه لحد ما يبرد هتلاقوه تماسك. شايفين القوام بيبقى سايب ازاي، ولا كأنه يعني شوية مية ومكتوب ومكبوب فيهم شوية رز. هاخده بقى وهو كده هعبيه في الاطباق. بصراحة انا ما بحبش اعبيه في الاطباق غير بعد ما يعني يبرد والرز ينفش جواه، بحيث ان الرز بيكمل سواه اكتر وهو جوه الحلة. لكن يعني لما بغرفه في الاطباق كده من بدري، لا بحس ان هو، شايفين بقى الحلة لما بسيبها الرز بيكبر وبينتفش وبيشرب كل اللبن اللي جواه. حتى لو لقيتوه مش متماسك بنسبة، يعني بالنسبة او بالطريقة اللي انتوا عايزينها، ارجعوا سخنوه تاني وزودوا وزودوا شوية نشا. موضوع سهل وبسيط، وزي ما انتوا شايفين بعد ما برد تماسك خالص وبقى رز بلبن طبيعي جدا زي اللي بنشتريه من بره. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.